ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اخواتي اللي ما بيعرفوش يعملوا تصميمات او ما بيعرفوش يعملوا صور مصغرة للفيديوهات بتاعتهم سواء على اليوتيوب او على منصات تانية، في الفيديو ده انا هعلمك بطريقة بسيطة جدا حتى لو ما عندكش خبرة في التصميم انك تعمل تصميمات احترافية جدا وتستخدمها زي ما انت عايز. بس قبل اي حاجة انا عايزك تصلي على النبي كده، وعايز بس اقول لك على حاجة صغيرة. دلوقتي انا بتعب في الفيديوهات اللي انا بقدمها وبتاخد من وقتي وقت كبير جدا، ممكن توصل ل7 و8 و9 ساعات. فانا ايه اللي يخليني اقعد الوقت ده كله في ان انا اقدم لك حاجة بضحك عليك زي ما الناس ما بتقول، زي ما واحد ما بيقول، واحد غير سوي نفسيا او في حاجة في نفسيته انا معرفش ايه بصراحة، بيعلق تعليقات مش لطيفة، اللي هو انت بتتمسخر علينا، انت مش عارف ايه. وانا والله العظيم ما عملت كده ابدا، انا بنزل لك على القناة ديت حاجات تفيدك، انا بتعب في الفيديوهات اللي انا بعملها علشان اقدم لك حاجة تفيدك، مش عشان اضيع وقتك واضيع وقتي. ايه اللي يخليني اقعد 9 ساعات علشان اعمل حاجة ما تفيدكش او حاجة اضحك عليك بيها؟ ده غير صحيح تماما. لو عندك اي مشكلة تقدر تنضم لجروب التليجرام تقول لي المشكلة ونحلها بكل ادب واحترام دون اساءة ادب منك، لكن انك تغلط بدون اي سبب كده، وحتى لا تشوف الفيديو ولا تقول لي المشكله ولا تقول لي اي حاجه، تدخل تشتم كده من غير اي سبب، يبقى انت كده فيك حاجه. والله والله ان انا خصيمك يوم القيامه ومالكش عندي اكتر من كده. وانا اسف جدا لو طولت عليك. قبل ما نبدا الشرح بس عايزك تصلي على النبي ويلا بينا على الشرح، وبعد ما اخلص شرح هرجع لكم. اول حاجه هنعملها يا شباب، هنفتح الموقع ده اللي هسيب لكم الرابط بتاعه في اول تعليق، مش في الديسكريبشن، في اول تعليق. هننزل لتحت شويه كده، هنروح عند كلمه ادوات اي اي وهنضغط على اول واحد، هيفتح لنا الموقع اللي انتوا شايفينه ده. هنسجل فيه ازاي؟ هنضغط على لوج ان. دلوقتي هنسجل من خلال ايميل. هنرجع تاني للموقع ونضغط على تاني واحد اللي هو تيمب ميل. ده موقع ايميلات وهمية، مش عايزك تسجل بالايميل بتاعك خالص، انا عايزك تسجل بايميل وهمي. دلوقتي هناخد الايميل ده كوبي، نرجع للموقع، نحط الايميل هنا ونضغط ونستنى كده شوية لحد ما يحمل معانا. بيقول لنا عايزين اسم، هناخد ده كده كوبي، ماشي، وهنقوله create account. عمل معانا account وقال لنا روح على الرابط اللي هو بعته لنا في الايميل الوهمي زي ما انت شايف. هنضغط على الرابط ده وهننزل تحت شوية كده وهنضغط على الكلمة دي زي ما انت شايف هنا. بيقول لنا حط باسورد. احنا هنعمل ايه؟ هناخد الايميل ده كده كوبي وهنحطه فوق وتحت. ركز معايا، لو ضغطت فينيش هيقول لي ايه؟ هيقول لي في غلط في الباسورد. فاحنا هنيجي في الاول كده وهنعمل ايه؟ هنديه حاجه كابيتال زي كده، حرف الاي مثلا. وشوف اول ما نضغط فينيش ايه اللي هيحصل؟ سجل معانا بكل سهوله. دلوقتي ده تحقق. احنا كل اللي هنعمله هنضغط على المربع ده وهننتظر كده. بس كده احنا دلوقتي سجلنا في الموقع ده. هنعمل الصوره المصغره بتاعتنا ازاي؟ اول حاجه هنضغط على علامه الصوره دي، هنيجي فوق هنا هنضغط، هيظهر لنا 4 حاجات، هنضغط على اخر واحدة. بعد كده هيظهر لنا كلمة ماكس، هنضغط عليها وهنختار اول اختيار ده. بس هنبتدي هنا نعمل الصورة المصغرة بتاعتنا. طيب دلوقتي انا لو عايز اضيف الصورة بتاعتي في الصورة المصغرة هعملها ازاي؟ هضغط على edit files وهختار الصورة بتاعتي زي ما انتم شايفين وهضغط على كلمة open. دلوقتي انا بعد ما رفعت الصورة بتاعتي هبتدي هنا هديله برومبت انا هكتبه. تمام. انا هبتدي اشرح الحاجات اللي انا عملتها في الفيديو ده علشان يعمل لي الصورة ليها. تمام. هبتدي اقول له ايه؟ اقول له انا عملت فيديو وهنزله على يوتيوب بيتكلم عن ازاي تعمل صورة مصغرة. تمام. فاعمل لي تصميم احترافي جدا يكون صورة مصغرة لليوتيوب، واستخدم الصورة بتاعتي وخليها تتناسب مع التصميم. انا عايز تصميم مميز
جذاب. بس مش هقول له اكتر من كده. تمام. وبعد كده هضغط على السهم ده وهضغط على الكلمة دي. دلوقتي زي ما انت شايف بدأ يعمل لي التصميم بتاعي. هننتظر شوية كده لحد ما يعمله ونشوفه مع بعض. تعالوا كده يا شباب نشوف التصميم بعد ما خلص تحميل عامل ازاي. بصوا يا شباب، التصميم احترافي جدا جدا جدا. دلوقتي احنا نقدر نعدل عليه براحتنا. لو جينا مثلا هنا عند كلمة edit وحبينا نغير مثلا اي حاجة في التصميم، وليكن مثلا انا عايز اغير الملابس بتاعتي واخلي الكلام مظبوط، لان زي ما انت شايف هنا في كلام متلخبط. هقول له ايه؟ هقول له هنا غير الملابس بتاعتي وخليها تتناسب مع التصميم، وعدل وحسن الخط في برامج ادوبي وخليها احترافية. بس. وهنضغط على السهم ده وهننتظر يعدل لنا التصميم بتاعنا. دلوقتي خلص تعديل وعدل لنا التصميم بتاعنا زي ما انتم شايفين. لو بصيت كده على الملابس هتلاقيه غيرها وهتلاقيه غير الخط. انت دلوقتي تقدر تعمل التصميم اللي انت عايزه بكل سهولة للفيديو بتاعك. طيب دلوقتي انا لو عايزه تصميم طولي، انا دلوقتي عملت التصميم بتاع الصورة المصغرة بتاعت اليوتيوب، انا دلوقتي عايز اعمل تصميم للريلز. اضغط على edit وهقول له ايه؟ غير مثلا ابعاد التصميم وخليها ريلز. بس ده اللي انا هقوله له، وهنضغط على السهم ده وهننتظر لما يخلص تعديل. تعالوا كده نبص على التصميم بعد ما عدله لنا. لو فتحنا التصميم شوف هتلاقيه عمله بالطول وعمل لنا تصميم احترافي جدا جدا جدا. هو احنا قلنا له عدل خليه طولي، عمله لنا طولي. يعني انت دلوقتي تقدر تعمل تصميم احترافي للصورة المصغرة بتاعتك بكل سهولة. وطبعا زي ما شفت في الفيديو تقدر تعمل تصميمات احترافية ومش هتاخد من وقتك حاجة، وكمان الموضوع بسيط جدا. تقدر تعمل اكتر من تصميم عادي جدا، وزي ما شفت ما خدش من وقتك حاجة خالص، وكمان الموضوع بسيط مش محتاج خبرة يعني. فانت لو استفدت من الفيديو ده يا ريت تكتب لي كده في الكومنتات اي حاجة تشجعني ان انا استمر في صناعة المحتوى، وكمان تشترك في القناة علشان ما تفوتش اي حاجة هتفيدك هتنزل الفترة اللي جاية. وزي ما قلت لك قبل كده انا بنزل في القناة ديت حاجة مفيدة تفيدك وتفيدني، مش بنزل اي كلام فاضي. فاشوفك على خير في فيديو جاي ان شاء الله.